إننا ذاهبتان إلى بيتنا الآن. بإمكانك أن ترافقنا حتى نصل إلى البيت وتدخل وراءنا. هذا يعني أن أترك دكاني، وأنا تاجر جديد في هذه الناحية من السوق، ولم يعتد الناس دخول دكاني بعد. ساعة واحدة لا تقدم ولا تؤخر. ولماذا لا يكون ذلك في الليل؟ النهار أفضل من الليل. لا بأس، إن حسناءك تستحق النهار والليل معا. ولكن مهلا يا بني. ماذا بعد؟ كيف أتأكد من أنك لا تخدعنا؟ كيف يا خالة؟ أتريدين برهانا على صدق نيتي؟ أجل، احمل معك 1000 دينار، فإذا ما جلست الفتاة تحدثت إليها وأعجبتك دفعت لي المهر مقدما. لا بأس، اطمئني، هذا الكيس فيه 1000 دينار ذهبا بالتمام والكمال. يعجبني الرجل الجاد. هيا اتبعني وسترى العجب. أخبرني، ألا تحن إلى بلدك وأهلك؟ بالطبع، وهذا ما ينغص عيشتي. أكان لك غرام هناك؟ مكافحتي للصوص وسعي لتأمين سلامة الناس هو غرامي الوحيد. ثم كفئت بالطرد والملاحقة. أما زال هذا الأمر يؤرقك؟ تؤرقني الخيانة والطعن في الظهر. منذ أن تسلمت قيادة الشرطة في القاهرة كان علي أن أكون حذرا من حسادي، وبالأخص هؤلاء المماليك، فهم لا يعرفون حدا للدسائس. إنهم يتضخمون أكثر من الغلاء. أجل، لو لم يقف الوالي إلى صفهم لما تنازلت عن وظيفتي
ولكنت دحرتهم بسيفي هذا. كنت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن أعصي إرادة الوالي أو أرتضي بقراره، فاخترت أن أقصدك إلى بغداد، ونلت منك ما يفوق توقعي. نلت ما تستحق. لو أنك تأخرت قليلا لوجدتني في طريقي إلى مصر. إن استطعت يوما العودة واسترداد ما ضاع مني، سأعرف كيف أواجه أطماع ودسائس غرمائي. حسن، إن الحاسدين هنا كثر والعيارون أشطر وأدهى. مرادهم أن يزرعوا الخلاف بيننا فنطرد كلانا من بغداد كما طردت أنت من القاهرة. أرى أن نبقي على ما اتفقنا عليه، وأن نبقي على ما نعلم أمام الوالي والناس على أنك جئت إلى هنا عونا لي. لا أعلم كيف كنت سأتدبر أمري لولا وقفتك هذه معي، ولكنني سأرد لك هذا الجميل يوما وبأحسن منه. تعالي يا ابنتي. أرجو أن يكون الشيخ مهيئا لاستقبالك. تعالي ندخل هذه الغرفة الخاصة بالانتظار. تعالي. ولكن لا أرى أحدا في البيت. شيخنا الجليل يعيش وحده. تعالي ادخلي ريثما أحدثه بأمرك. لاحظت أنك تحملين مفتاح البيت وكأنه بيته. هذا اتفاق بيني وبين الشيخ قدس الله سره. تعالي ادخلي. هيا. تفضل يا بني، تفضل. بعد قليل ستبدل ابنتي ثيابها وسأمكنك من رؤيتها بعد ذلك. كل ما عليك هو أن تلتزم الهدوء وتنتظر. طوع عمرك يا خالة. تفضل. كلمت سيدنا الشيخ فوافق على مقابلتك، لكننا ارتكبنا خطأ كبيرا. وما هو؟ سيدنا الشيخ لشدة زهده يأنف من الذين يلبسون الحرير ويتقلدون المجوهرات، لذلك يجب أن تخلعي ما عليك من ثياب حريرية ومن مجوهرات، وسأحفظها لك في مكان آمن ريثما تنتهي المقابلة. أقابله دون الثياب؟ لا، سأحضر لك ثوبا ترتدينه. هذا فضل منك. لا يا ابنتي، لا تقولي ذلك، إنما أنا نذرت نفسي لفعل الخير. هيا اخلعي مجوهراتك وثيابك الحريرية ريثما أحضر لك ثيابا أخرى عادية. يا لها من امرأة عجيبة. أهلا يا بني، أهلا وسهلا. إليك بعض العناب. يا رب العرش. لا بأس، يبدو أن لا نصيب لك بهذا العناب. وهل طلبت منك العناب يا خالة؟ العناب يريح النفس يا بني. تعلمين تماما ما يريح نفسي. لقد كلمتها وأقنعتها بأن تراها وتجلس معها، مع أني لا أفضل أن تراك بهذا المنظر. من الأفضل أن تستبدل ثوبك بآخر. هيا اخلع هذا الثوب ريثما أحضر لك غيره. هيا. أرجوك لا تتأخري. ألم تخلعي ثيابك بعد؟ هل أخلع
وهذين أيضا؟ بالطبع، إنهما من الحرير. لن يراهما ما دمت سأرتدي ثوبك فوقهما. حسنا، لا بأس لا بأس، ولكن يجب أن أبعد هذه الأشياء عن نظره. سأخذها إلى غرفة مجاورة وأعود إليك لأعطيك الثوب. لا تفتحي الباب لأحد حتى أعود إليك. كما تشائين. أين الثوب؟ لا عليك. هيا اذهب إلى الغرفة الأخرى، فإذا سألتك ابنتي من تكون قل لها إنك أنت الذي تنتظره. هيا. هل أذهب إليها هكذا؟ نعم، فأنت جاهز الآن لأجمل مفاجأة في حياتك. هيا. اترك الباب وانتظرها حتى تأذن لك بالدخول. هيا يا بني. ألن تقولي لي؟ يا ما شاء الله، ما هذا؟ كنت أنتظر مقابلة سيدنا الشيخ. أي شيخ؟ لا أعرف اسمه، إنه صاحب هذا البيت. صاحب هذا البيت؟ أولستم أنتم أصحاب هذا البيت؟ يعني أنت وأمك العجوز التي تريد أن تزوجك مني. تزوجني منك؟ أمي العجوز؟ أي أم تعني يا هذا؟ وما هذا الكلام الغريب الذي أسمعه منك؟ عجبا، أي مسلك عجيب سلكت أمك لتزوجك. اخرج أيها الفتى واستر علي، فأنا امرأة شريفة ولي زوج غيور قد يقتلك. ماذا تقولين؟ أنت متزوجة؟ أجل متزوجة. أرجوك أخرج وإلا سرقت وجمعت الخلق حولك. لا أرجوك، سأخرج. أرجوك أخرج. أكون ضحية احتيال، ولكن ملابسي، نقودي، يا الله. اذهب وتفقد حوائجك، أرجوك أخرج. أين أنت يا عجوز؟ يا أصحاب الدار! هل وجدتها؟ الباب مقفل. أين أمك يا هذه؟ لقد سرقت أمتعتي وكيس نقودي. ألف دينار ذهب. إنها ليست أمي وأنا لا أعرفها، وهذا البيت ليس بيتي. ولكن ما حقيقة أمرك إذن؟ وكيف قادتك إلى هذا البيت؟ هذه قصة لا تعنيك. أتظن أنها محتالة؟ وهل في هذا شك؟ هذا يعني أنها أخذت مجوهراتي وثيابي أيضا. يا للمصيبة، يا للمصيبة. هل أعجبك البيت؟ وأعجب ولدي أيضا. وأين هما ولداك؟ تركتهما في بيتك. خذ، هذه مفاتيحك، وأرجو أن تتكرم علي بفضل. إنني رهن أمرك. الولدان جائعان، وأنا مضطرة للذهاب إلى بيتنا لنقل متاعي، فهل تتكرم؟
وتتعطف وتأخذ إليهما الطعام. إنهما يرضيان بالقليل القليل. لا تقلقي يا سيدتي، لا تقلقي، سأخذ لهما أفخر الطعام والفاكهة أيضا. جزاك الله خيرا يا سيدي، جزاك الله خير. سأكون مطمئنة الآن. مع السلامة يا سيدتي، مع السلامة. اسمع يا غلام، سأذهب في أمر عاجل، فرع المسبغة في غيابي. اطمئن يا سيدي. أواثق أنك فتشت البيت جيدا؟ ولم أجد فيه شيئا من متاعنا. يا لها من محتالة. ماذا أقول لزوجي إذا سألني عن مجوهراتي؟ وماذا أقول لوالدي إذا سألني عن النقود؟ لقد أعطاني إياها للتبضع. ها أنت إذن، أنت صاحب البيت حتما. مهلا، ما الذي تفعله؟ أين العجوز المحتالة؟ وأين نقودنا وثيابنا؟ أنت مجنون؟ هذه هي حسناؤنا. ما الذي حل بعقل أخيك؟ أخي؟ من هو أخي؟ هذا. وهل لك أكثر من أخ؟ إنه ليس أخي. ليس أخاك؟ من هو إذن؟ أنا زاهر، ابن التاجر عبد الله. الله الله، أصبح بيتي ملتقى للعشاق إذن. لا تحاول أن تمضي في الخداع أكثر من هذا، إنني أنصحك. بعد حين تأتي أمها وسنرى من هو الذي يخدع الآخر. أنت أيضا تقول إنها أمي؟ نعم، أمك. تعني العجوز التي جاءت بنا إلى هذا البيت؟ لا أعني سواها. هذه ليست أمها. أمي ماتت منذ سنوات. وهذه التي أخذت مني مفاتيح البيت، وقد كنت بصحبتها. إنها امرأة محتالة. لا شك أنك شريكها، ما دمت قد أعطيتها مفاتيح بيتك. تلعب معنا هذه اللعبة الدنيئة. سألجأ إلى المقدم أحمد الدنف ذاته. لكني لا أعرفها. لا تعرفها، سنرى أن كنت تعرفها أم لا. هيا اخرج معي. وماذا عن الحسناء؟ اذهبا من هنا في الحال، وإلا حل عليكما غضب زوجي. إنني بريء من هذا. فلنذهب إذن. يا رجل، أتخرج هكذا؟ أعطني رداء من عندك. وأنا أيضا. لا يوجد عندي رداء لك، لكنني سأتدبر الأمر. هيا يا بني، هيا اذهب والحق بمعلمك. ولكن إلى أين؟ إلى بيته. لماذا؟ إنه يريدك بسرعة. ولكنه أوصاني برعاية المسبغة. سأحرسها أنا حتى ترجع. هيا يا بني، هيا، وإلا استبطأك. هيا هيا يا بني. إذا لم تأتي معي الآن إلى ديوان الشرطة اتهمتك بما جرى لي. والمرأة المسكينة، ألا يجب أن نأخذ لها ثوبا؟ حدسي ينبئني أنها شركة تلك المحتالة، لكن صاحبتها غدرت بها، فلتبقى على حالها حتى نخبر المقدمين. أستحلفك بالله، أستحلفك بالله أن تحضر لي ثوبا. سأنقل هذا الكيس إلى بيتنا، وأنت تجلس في الدكان حتى أعود إليك بحمارك. ولكن هذا شيء غير معقول. إليك بهذين الدينارين، وقدم لابني المسكين هذه الخدمة أرجوك. أية خدمة؟ ابني الصباغ ابتلي بآفة الميسر وكثرت ديونه، وحكم عليه بالسجن وبحجز كل ما في دكانه، وأنا أريد أن أهرب الأشياء التي يستفاد منها. أما الأدوات أريد تحطيمها حتى لا يجدوا شيئا يحجزونها. فهمت عليك يا سيدتي. وبما أنني عجوز كما ترى، فأنا لا أستطيع تحطيم هذه الأدوات، بل أعتمد عليك في هذا. والله يا خالة، إن لابنك أفضالا علي، فهو يكرمني دائما، وسأفعل ما تريدين إكراما له. بارك الله بأبناء الحلال. مع السلامة، مع السلامة.
لقد أعطيتها مفتاح بيتك، فلا تقل أنك لست شريكا لها. لو لم تكن غبيا ما تبعتها إلى هناك. انظر من يتحدث عن الغباء. لقد فاض بي الكي يا رجل. فماذا أقول أنا؟ ها؟ لما هذه الجلبة؟ أنا بحمايتك أيها المقدم حسن. لا بأس عليك. يا لتعاستي، يا لشقائي، يا لمصيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا تركت المصبغة؟ ألم ترسل في طلبي يا سيدي؟ لا، لم أفعل. الشيخة أخبرتني بهذا. أتقصد تلك العجوز؟ بعينها، وهذا الثوب أحضرته للسيدة. وأين هي تلك المرأة العجوز؟ إنها في المصبغة تحرسها. واه يا سيدي، أظن بأنها ستخرب بيتي تماما. قصتكم غريبة، لا أعرف من أصدق فيكم. أقسم يا سيدي المقدم، أقسم بأنني لا أعرفها، إنما هي من ادعت بأنها تريد استئجار بيتي مؤقتا. حسنا، سأقبض عليها لأتبين حقيقة الأمر. هيا. وماذا عنا يا سيدي؟ أنت تأتي معنا، أما أنت فابقي هنا. هيا. الذي فعلته يا مجنون؟ دعه يا مسعود. يا سيدي، ألا ترى ماذا فعل بالمصبغة؟ أنا هنا لكي أتولى أمره، اتركه. من أنت يا هذا؟ أنا مصطفى يا سيدي، والحاج مسعود يعرفني. ليتني ما رأيتك وما عرفتك، يا خسارة إكرامي لك. ولكن لماذا يا حاج؟ خربت بيتي وتسأل لماذا؟ هل أنت مجنون؟ لا يا سيدي، أنا في تمام عقلي، ولهذا أتعجب من تصرفك معي. أخبرني إذن، لماذا خربت المصبغة؟ وسرقني أيضا يا سيدي. لا والله يا سيدي الحاج، لم أسرق شيئا. أين الأقمشة إذن؟ أين الغزل؟ لقد سرق أموال الناس يا سيدي. اهدأ يا مسعود ودعني أستجيبه كما أريد. قل لي يا مصطفى، لم تجبني على سؤالي. لماذا خربت المصبغة؟ وأين ذهبت بأمتعة الناس؟ أقسم بالله يا سيدي لم أسرق شيئا، إنها السيدة والدته، أعني أنها هي التي أمرتني بتحطيم المصبغة، وهي التي أخذت الأقمشة والخيوط. والدة من؟ والدتك أنت. والدتي أنا. قلت لك اهدأ يا مسعود. يا سيدي، إنه لص سارق ويكذب أيضا. لا 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 يا سيدي، لا، أنا رجل شريف ولا أكذب. قل الصدق إذن. لن أستطيع البوح بالسبب أمام الشرطة يا حاج، اسأل والدتك. هل ترى يا سيدي؟ هل ترى؟ إنه معتد خبيث يستحق القتل يا سيدي. ما دام يدعي أن والدتك هي والدتي متوفاة يا سيدي، متوفاة. متوفاة؟ منذ سنين يا سيدي، لقد أصبحت عظامها رميما. يا ضياع مالي ومال الناس، يا ضياع مالي ومال الناس. هل تريدني أن أجبرك على الاعتراف بطريقتي الخاصة أم تعترف وحدك؟ سيدي المقدم، أقسم بالله على ماذا؟ ما دام الحاج مسعود يقول بأن أمه ماتت فهو صادق. إذن أنت تعترف أنك اعتديت على مصبغته بقصد السلب والنهب. لا والله يا سيدي، إنني مظلوم. إنها تلك العجوز التي أخذت حماري والتي ادعت بأنها والدة الحاج مسعود الصباغ. حسنا، فليذهب كل واحد منكم في حال سبيله. هيا. وماذا عن نقودي والثياب؟ وماذا عن تلك المحبوسة في بيتي يا سيدي؟ احرص على أن تذهب إلى بيتها، وأنا سأتولى بنفسي أمر تلك العجوز. وماذا عن حماري؟ اغرب عن وجهي أنت وحمارك. هيا. العجوز مرة أخرى.
أيعقل أن يكون يا عبد الله كل هذا من تدبير امرأة؟ والله لم يمر علي في حياتي ملعوب كهذا. خذ. وماذا لدينا أيضا؟ في الوقت الحالي لا شيء يذكر. حسنا، اذهب إلى عملك. ما هذا؟ ثوب رخيص. أعلم أنه ثوب رخيص، ولكن من أين أتيت به ولماذا ترتدينه؟ أخشى أعني يا ربي. تكلمي! أين كنت؟ أتوسل إليك، لا تضربني، لا تغضب. تكلمي! أعطني الأمان وسأتكلم. أي أمان تتحدثين عنه؟ زوجتي تقضي معظم النهار خارج البيت وتأتيني مرتدية ثوبا رخيص وتطالبني بالأمان. إذا لن أتكلم. ستتكلمين وأنا سأعطل رأسك. طيب سأتكلم. تكلمي لقد نفذ صبري. أمرك اترك ذراعي، إنك تؤلمني. ألن تتكلمي اليوم؟ سامحني يا زوجي العزيز. على ماذا سأسامحك؟ كنت أسعى إلى إرضائك كي لا تتزوج علي. أفصحي! كيف كنت تسعين إلى إرضائي؟ أعني أنني سعيت إلى الحمل. سعيت إلى الحمل؟ خدعتني تلك العجوز، أخذتني إلى لقاء رجل من أبناء التجار. الويل لك. تسعين إلى الحمل برجل سواي. لم أقل هذا إسماعيل. ألك عشق مال العالم. معاذ الله. فاجرة! 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 ابتعد عن طريقي يا امرأة. سامحني لأني فاجأتك. كنت أمر أمام بيتك فسمعت صوتا ورأيت تلك المرأة تخرج هاربة فظننت أنها لصة. ما سر اضطرابك؟ أخبرني. كفي عن هذا وأخبريني أنت. بماذا أخبرك؟ من أنت وماذا تريدين؟ قلت لك كنت أمر أمام بيتك. عرفت هذا، ولكن لا يحق لك أن تدخلي بيوت الناس دون استئذان. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكنني ظننت أنك في ورطة وفكرت في أن أساعدك. سبحان الله. لا عليك، فأنت غاضب الآن وأنا أعرف كل شيء عنك وعن زوجتك. زوجتي؟ وماذا تعرفين عن زوجتي؟ أنت تريد ولدا وهي غير قادرة على الإنجاب. نعم، هذا صحيح. وبعد؟ أنا وزوجي نعاني من المشكلة نفسها، ولكن بصورة معكوسة. تقصدين أنه عقيم؟ ولا يحب أن يكون لنا أولاد، في حين أنني أتمنى أن يكون لي 10 أولاد. وأنا أيضا. حسنا، الحل عندي. ما هو؟ لقد تم الطلاق بيني وبين زوجي اليوم، وأنت ستطلق زوجتك اليوم أيضا. تستحق مني أكثر من ذلك. حسنا، إذن يمكنك أن تتخذني زوجة لك لكي أنجب لك الأولاد الذين تحبهم، وزوجي السابق سيتزوج من طليقتك، وبهذا تحل المشكلتان. ما رأيك؟ ألا تراني لائقة بك؟ بلى بلى وربي، حتى أربي تلك اللعينة. إذن ما عليك إلا أن تقابل طليقي ليتم الاتفاق بينكما، فهو ولي أمري لأنني يتيمة. من هو زوجك؟ أحمد الدنف. صاحب الشرطة؟ بعينه. ولكن لا تخف، لقد حدثته عنك وعن زوجتك، سيوافق. أحقا ما تقولين؟ أجل، ولكن رأيي عندي أن تذهب إليه وتحدثه بالأمر قبل أي شيء. متى؟ في أي وقت، ما عليك إلا الذهاب إلى ديوانه.
ولكن اسمك دليلة. دليلة. هذا هو اسمي. ونعم الأسماء. حسنا، سأذهب إليه. اتفقنا؟ اتفقنا. لا تتأخر علي. يا ربي. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ إنها لامرأة شديدة الاحتيال، لكن لابد لها أن تقع في يدي. ليس ما يحيرني من أمرها سرقة أموالهم، ولكن الطريقة التي فعلت بها ذلك. أوافقك، إنها طريقة غريبة حقا. طريقة خبيثة تدل على أنها امرأة ذكية تحب العبث. إنما أخشى يا حسن أن ترتكب الكثير من الجرائم قبل أن تمسك بها. اطمئن من هذه الناحية، سنمسك بها عند أول ظهور لها مرة أخرى. كيف؟ 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 أقول لك كيف. لقد أصبحت معروفة لدى الكثيرين من الذين لعبت عليهم لعبتها، وستكون حمقاء إن كررت هذه اللعبة. هل ستعتمد عليهم في ملاحقتها؟ سيدي، في الباب رجل يلتمس مقابلتكم. ما هويته؟ لم يفصح عنها. يقول إن الأمر هام يتعلق بكم شخصيا. أدخلوا. سأذهب لأطمئن على دورياتنا. السلام على مقدمين الهمام. عليكم السلام. وكيف حالكم؟ أية حال؟ التي مثل حالنا. هل سبق وأن التقينا؟ للأسف الشديد يا سيدي لا، وإلا كانت مشكلتي قد حلت مشكلتك، ومشكلتك قد حلت مشكلتي، وبتنا نحن جميعا في راحة بال وبلا مشاكل. ما هذه الألغاز يا ولد؟ مشكلتي ومشكلتك. اهدأ وأفصح بأقل الكلام. أرجوك يا سيدي لا تغضب، أنا قادم من عندي زوجتك. زوجتي أنا؟ لا، يا سيدي أعني أن هي التي جاءتني إلى البيت. هي التي جاءتك إلى بيتك أنت؟ نعم يا سيدي، واتفقنا تماما. يا سيدي، لو تعلم كم كانت رائعة. إنها كالعيد، عيد سعيد هكذا، يعني أخرجتني من تعاستي الأبدية. بالفعل أشكرك، كانت رائعة. الويل لك! لم أرى في حياتي رجلا أوقح منك. أرجوك يا سيدي اهدأ. أخبرني قبل أن أزهق روحك. هذه أول مرة تلتقيان فيها؟ نعم يا سيدي، ولكن هي التي... كيف تمت هذه المعرفة بينكما؟ يا سيدي، ألم تحدثك هي عني؟ لم تهبني هذا الشرف. غريب، مع أنها قالت لي بأنها حدثتك في الأمر. أي أمر؟ يا سيدي كيف أي أمر؟ أمر زواجنا. ألا تريد هي أن تنجب الأولاد؟ هكذا إذن. وسيكون لي أنا أيضا أولاد. وهل حصل؟ سيحصل بإذن الله بعد الاتفاق الذي جئت من أجله، وسينتهي الموضوع، يعني مشكلتي ومشكلتك. أخبرني من أرسلك إلي أيها الأحمق.
أنا لا زوجة سابقة لي ولا لاحقة. قل لي من أرسلك لتلعب هذه اللعبة معي؟ سيدي، أقسم لك لا يوجد لعبة. تعني أن امرأة ادعت أنها زوجتي وأرسلتك لتلعب معي هذه اللعبة. لا أدري، ولكن ماذا؟ عجيبة هي تلك المرأة، لم أشك في صدقها لحظة واحدة. أية امرأة؟ سيدي، المرأة التي أرسلتني إليك تدعى دليلة. دليلة؟ نعم يا سيدي، دليلة. ويا لها من امرأة، أقصد قبحها الله من امرأة. هيا اذهب وابحث عن امرأتك أيها المخدوع، فأنا آخر رجل تسأله في هذه المسألة. هيا انصرف. السلام عليكم. لن تكفي عن البكاء منذ رأيتك بباب الوالي وأنت على هذه الحال. ليتك تركتيني أشكو إليه بلوتي. ومن يرد على شكوى امرأة نهيضة الجناح؟ اسأليني أنا، فقد نالني ما نالك وأكثر. فما تشعرين به علي الآن؟ تعالي نبدل لك هذا الثوب أولاً، ثم تحكين لي قصتك فأشور عليك بما يجب أن تفعليه. حقاً؟ والله لا أصدق ما يحدث لي. هوني عليك يا أختي، هوني عليك. هيا بنا. ما رأيك؟ لا بأس، أظن أنه يناسب. إنه زوجي إسماعيل. هل أنت بلهاء؟ أتريدين أن تحدثيه في السوق وفي وضح النهار؟ ألم تكتفي من الفضائح بعد؟ معك حق. اسمعيني، انتظري حتى يحل المساء وقولي له إن ما حصل معك سببه دليل العياقة. لعنها الله من عجوز. يبدو أن الثوب ناسبك يا سيدتي. ما قوله؟ إنه مناسب جدا، سندفع ثمنه. لقد خضته لإحدى جوار شهبندر التجار، ولا أعلم كيف سأتدبر لها ثوبا آخر قبل حفل زفاف ابنته. لا بأس، يمكنك أن تخيط لها ثوبا آخر. قلت لك سأدفع ثمنه وزيادة. على الرحب والسعة يا سيدتي. لا أعلم كيف أشكرك. بالدعاء. ادعي لرب العالمين أن يمنحنا الخلف الذي نتوق إليه. يا رب. هيا اذهبي ونفذي ما قلت لك. أتركك بخير. بأمان الله. هل قلت إن ابنة الشهبندر ستتزوج؟ وسيكون زفافا كبيرا يا سيدتي. بلا شك. يا دليلة، يا دليلة، بحق الله كوني امرأة طيبة. أتشك في طيبتي يا عبد الله؟ بل أجزم بأنك شريرة. ألا تخافين أن يمسكوا بك؟ هذه هي الشطارة يا عبد الله. ها هنا متعتي الكبرى. لا أريد لأمثال أحمد الدنف ورأس الغول أن يناما مرتاحين. وما الذي يفيدك من كل هذا؟ الوصول إلى مكان يليق بذكائي وقدرتي. يجب أن تدركي أن الخطر يحيق بك من كل جانب. أين هو؟ فأنا مستعدة لمبارزته. أحمد الدنف ورأس الغول يتتبعان المرأة التي تنكرت بهيئتها، وقد بثا الحراس في كل أنحاء المدينة بحثا عنك. إذن لن يعرفوني. وضحاياك الذين عرفوك؟ هم يعرفون العجوز فحسب. أنا واجبي أن أخبرك وأن أحذرك. يكفيني أنني نجحت واستنفرت أحمد الدنف ورأس الغول. إذا كفاك ما فعلت. لا، بل الآن طاب العمل. أقسم بالله مجنونة، مجنونة.
اسمعني أولا يا إسماعيل، ثم افعل بي ما تشاء. لقد كنت ضحية لدليل المحتالة. أعلم ذلك يا منية القلب، أعلم ذلك، وقد نالني منها ما نالك. ولولا تلك السيدة المحسنة كنت بقيت حتى الآن على باب الوالي. بارك الله بها، ولعن دليل المحتالة. إسماعيل، هل ستصبر علي؟ ولن تتزوج بواحدة أخرى؟ ولكني أعلمك لن أعيش بلا خلف أبدا. فليمهل أحدنا الآخر بعض الوقت، وأنا أعدك أن أزوجك بنفسي إن فقدت الأمل بالإنجاب. لك ذلك. ماذا تريد أيها المعطوه؟ أبحث عن العجوز المحتالة. ألم يأمرنا المقدم حسن بذلك؟ لقد مللت من البحث العقيم. ستغضب المقدم. عملي هذا هو الأولى، إنه رزقي. صحيح، ولكن المقدم وعدك بالتعويض. أنا أحب العمل، لا أحب التسكع في الطرقات كرجل خامل مثلك. احفظ لسانك ولا تبدأ المشاحنة. هل نسيت أنك أنت من خربت مسبغتي؟ ونسيت أنك أنت السبب في ضياع حماري؟ أنا؟ لولاك أنت لما صدقت العجوز وسلمتها حماري. فلتذهب أنت وحمارك إلى جهنم. لو لم أكن غبيا مثلك لما خدعتني تلك العجوز قبل أن تخدعك. لو أمسكت. السلام على الحاج مسعود.